خلف قناع الملياردير والمحسن الكبير، أدار جيفري إبستين واحدة من أخطر شبكات النفوذ والابتزاز في التاريخ الحديث. لم تكن غايته جمع المال فحسب، بل كان يجمع الضحايا والأسماء ليصنع منهما سلاحا يسيطر به على ملوك ورؤساء ونخبة العالم. وهو ما جعل الكثيرين يصفونه بالشيطان، ليس فقط لبشاعة جرائمه، بل لقدرته الفائقة على إغواء النفوس الضعيفة وتحويل البراءة إلى وسيلة لتركيع أصحاب القرار. لقد صمم إمبراطوريته بعيدا عن أعين القانون، في جزيرة معزولة تحولت إلى ثقب أسود يبتلع الحقيقة. لم يكن الوصول إليها ممكنا إلا عبر طائراته الخاصة، وهناك بنى معبدا غامضا بقبة ذهبية أثار الرعب والشكوك حول ما يحدث بداخله. تقول الروايات والشهادات إن هذا المكان لم يكن للصلاة، بل لممارسة طقوس سادية وشيطانية، حيث كان يعامل الأطفال والفتيات كقربان لنفوذه، وسط تعتيم أمني يمنع خروج أي صرخة إلى العالم الخارجي. كان يستهدف القاصرات مستغلا أحلامهن بالدراسة أو المال، وبمجرد وقوعهن في الفخ يتحولن إلى وسيلة لجر الشخصيات الكبرى إلى غرف مجهزة بكاميرات خفية. لم يكن إبستين يكتفي باستغلالهن، بل كانت هناك تقارير مروعة تتحدث عن اختفاء فتيات وعن معاملة وحشية تصل حد التصفية النفسية والجسدية لكل من يحاول كشف المستور. الهدف كان واضحا: توثيق السقوط الأخلاقي لأصحاب القرار لضمان صمتهم وولائهم الأبدي، وهو الفخ الذي سقط فيه أسماء من الوزن الثقيل وردت في وثائق المحكمة، مثل الأمير أندرو، بيل كلينتون، دونالد ترامب، والملياردير بيل غيتس، وغيرهم من عمالقة السياسة والمال. وفي 10 أغسطس عام 2019، وبينما كان العالم ينتظر شهادته الكبرى التي قد تزلزل عواصم القرار، أعلن عن وفاته داخل زنزانته في سجن نيويورك المحصن. ورغم أن الرواية الرسمية تحدثت عن الانتحار، إلا أن لغز موته يظل قائما. فكيف تتعطل كاميرات المراقبة وينام الحراس في تلك اللحظة تحديدا؟ هل انتحر الشيطان فعلا، أم أن الأيادي الخفية التي صنعها قررت التخلص منه قبل أن ينطق بالأسماء؟ رحل إبستين تاركا وراءه صندوقا أسود من الوثائق التي بدأت تحرق أصابع النخبة اليوم، لتكشف أن ما حدث في تلك الجزيرة كان أبعد من مجرد جرائم جنسية، بل كان نظاما عالميا مظلما يدار بالدم والابتزاز. لم يمت إبستين لأنه أخطأ، بل مات لأن اعترافه كان سيعني انهيار عروش ومنظومات كاملة. لتظل قصته أعظم دليل على أن النفوذ حين يفسد يصبح أخطر من الجريمة نفسها. لكن هل تعتقد فعلا أن القصة انتهت بموت إبستين؟ الحقيقة المرعبة ليست في رحيل الرجل، بل في الأرشيف الذي اختفى. فخلال المداهمات اكتشف المحققون وجود أقراص صلبة وآلاف الساعات من التسجيلات التي تم سحبها من الجزيرة قبل وصول أيدي العدالة إليها. هذا يعني أن هناك شيطانا جديدا يمسك الآن بتلك الخيوط ويدير نفس اللعبة بنفس الأسماء، ولكن من خلف ستار أكثر إحكاما. بينما تشاهد هذا الفيديو الآن، قد يكون بعض الذين ظهروا في تلك التسجيلات لا يزالون يخططون لمستقبلك ويصدرون القرارات التي تحكم عالمك. السؤال الحقيقي ليس من كان مع إبستين، بل من هو إبستين الجديد الذي يبتزهم الآن.